مفاجأة تعاون غادة عبد الرازق مع محمد رمضان السنة الجاية. غادة عبد الرازق ممثلة جامدة جدا وممثلة تشيل مسلسل لوحدها، بس شركة الإنتاج بتحاول تقنع غادة عبد الرازق إنها تشتغل مع محمد رمضان بعد أخذ رأي محمد رمضان. ومحمد رمضان ما عندوش مانع، قالك بالعكس غادة عبد الرازق ممثلة لما بتشتغل في أي مسلسل بتودي المسلسل في حتة تانية. وبعد ما باسم سمرة هيشتغل مع محمد رمضان في السنة الجاية في مسلسل محمد رمضان اللي هو يعود بعد 3 سنين من الغياب، غادة عبد الرازق بيحاولوا يقنعوها إن هي تشتغل مع محمد رمضان السنة الجاية علشان يبقى المسلسل ترند ويبقى مسلسل جامد جدا. وكمان في مفاجأة تانية اللي هي غادة عادل برضو شركة الإنتاج بتحاول تقنع غادة عادل إنها تشتغل مع محمد رمضان السنة الجاية بعد أخذ رأي محمد رمضان، وإن هو معندوش مانع، بالعكس هما هيضيفوا ليه، وإن هو شايف إن الممثلين دول هياخدوا المسلسل في حتة تانية. هل أنت شايف إن غادة عبد الرازق لو اتعاونت مع محمد رمضان هيودي المسلسل في حتة تانية ولا هيفشل المسلسل؟ الألوان الحمراء بتسبب السرطان اللي في المنتجات. في صبغة لونها حمرا موجودة في الزبادو، موجودة في الكيكة، موجودة في أي حاجة لونها أحمر، ديت بتسبب السرطان. بس ناس كتير بتقولك هل الحاجة دي زي الفراولة؟ هقولك لأ، الفراولة دي جاية من عند ربنا، حاجة طبيعية. بس الحاجة الصناعية زي الزبادو اللون الأحمر اللي هما بيعملوه، وبرضو ستينك والكلام ده كله، كل الكلام دوت بيجيب السرطان. في إدارة في أمريكا بتاعة الأبحاث العلمية عملت تجارب على فئران، ولقوا إن التجارب دي بتجيب للفئران السرطان. بس هنا بيقولك المعادلة مش زي الإنسان، التجربة زي على الإنسان مش على الفئران يعني، والكلام ده كله. بس لازما احنا كنفسنا نقلل اللي احنا ناكل أي حاجة فيها صبغة حمراء في المنتجات. مقولكش منعها خالص ولا الكلام ده، بس لازما نقلل، علشان بيقولك كل ما تزود من المنتجات دي احتمال يجيلك سرطان أسرع. هل انت شايف ان الحاجة دي فعلا بتجيب سرطان ولا نكمل ناكلها؟ استفزاز سوزي الأردنية للصحفيين، والصحفيين كتير متضايقين منها. أنا أقولك ليه. الصحفيين شافوا لما سوزي عملت لقاءات مع فريق فيلم الكلام على ايه، وطلعت واتكلمت على الفيلم وانتقدت الفيلم والكلام ده كله، صحفيين كتير واعلاميين قالك هي اصلا مش مؤهلة ان هي تطلع تنتقد الفيلم، وهي اصلا مش اعلامية، وطلعت بالعافية وجابت مجموعة في الثانوية العامة والكلام ده كله. بس دوت هي شخصية ناجحة عملت كل ده بعد نجاحها في السوشيال ميديا، وناس كتير حبتها وناس كتير بتدعمها. مش عارف ليه الصحفيين متضايقين من النجاح دوت، هما متغاظين منها، بس كل صحفي وكل إعلامي نفسه يبقى مكانها. عشان كده السبب دوت هو اللي ولع الدنيا بين الصحفيين وبين سوزي الأردنية، وشايفين إن هي أصلا مش مؤهلة إنها تطلع في المكان دوت، بس هما متغاظين منها علشان المكانة اللي وصلت لسوزي الأردنية. هل أنت شايف إن سوزي الأردنية كده مؤهلة فعلا إنها تطلع تعمل لقاءات ولا مش مؤهلة؟ بس سوزي ناجحة على السوشيال ميديا. بس كده.